تويوتا بالنسبة لي علامة ليها وعليها، فيها أسامي موديلات قوية وجميلة جدا، والنسخ السبورت بتاعتهم في التسعينات محبوبين جدا لحد النهاردة. عندهم عربيات أوف رود ملهاش زي، لكن قصاد كده الشركة عربياتها العادي بتاعها مملة شوية. صعب عربية من تويوتا تعمل ضجة كده، غير لو أخدت اسم ليه تاريخ زي ما عملوا مع السوبرا. لكن في علامة جديدة ليها روح مختلفة وخلت موديلات تويوتا ملفتة فعلا. في نسخة جديدة مكملتش سنتين، حاجة إبداع ياباني من بلاده، هتخليك تحس إنك لازم تمتلك هوت هاتش في الجراج بتاعك. فخلينا نتكلم عن أقوى محرك 3 سلندر في العالم. 3 سلندر من تويوتا بيطلعوا 300 حصان على موديل الهوت هاتش الكورولا الجي ار. بديهي انك علشان تزود قوة لازم تزود حجم المولد اللي هيطلع القوة دي، فالكلام ده ما بقاش ليه لازمة مع فكرة التربو اللي بقت جزء أساسي من معظم عربيات الشارع. لكن برضو التربو ليه حدود في زيادة القوة أو رفعها لو عايزين نكون أدق، لأننا بنتكلم عن محركات اقتصادية في الأساس، ساعتها أقل من 2000 سي سي. هدفها مش قوة عالية أبدا، لكن قوة معقولة ما تكونش ضعيفة برضو. المهم إن في سنة 2020 شركة تويوتا طلعت بكذا موديل سبورت جديد، 2 منهم هما اللي يهمونا. الأولى هي اليارس هاتشباك، والتانية هي الكورولا الهاتشباك. الموديلين خارجين من قسم التيوننج بتاع الشركة الجي ار، والعربيتين هاتشباك وعليهم نفس المحرك والفتيس. اليارس نزلت في اوروبا، لكن الكورولا هي اللي نزلت في امريكا. وفعلا كل ما جمع اننا بنتكلم عن عربيتين هوت هاتش قمة في الاداء للحلبات والتسارع، وافتكر ان اساميهم يارس وكورولا بحتار شوية، وخصوصا مع اسم الكورولا، ودي اللي هنتكلم عليها اكتر لانها فيها المحرك اللي قوته توصل ل 300 حصان و400 نيوتن عزمي. الكلام ده على اخر الار بي ام عند 6500 كده، وهو المحرك سعته عاديه جدا 1600، نفس سعه الكورولا اللي احنا عارفينها. لكن هنا المحرك مختلف خالص، زي ما قلت لك 3 سلندر ومتزود بتربو، وده اللي رافع ارقامه جدا. فمبدئيا كده علشان يطلع قوه كبيره جدا لاخر شكل ممكن من محرك صغير، في حاجتين الشركه عملتهم على المحرك ده. المحرك اللي الكود بتاعه جي 16 اي جي تي اس. الجي 16 دي عيلة محركات من تويوتا سعتها 1600، وجي تي اس دي يعني متربن. وطبعا تركيب تربو دي حاجة أساسية، بس هنا التربو بيفتح على بوست عالي، بيكبس هواء بمقياس 1.5 بار اللي هم حوالي 25 بي اس اي. الضغط الكبير جدا ده بيأثر على بلوكة المحرك، ففي العادي هتسمع المعدلين بيقولوا ان الحديد بيستحمل اكتر من الالومنيوم، وده صح طبعا. لكن هنا القوة اللي هتطلع مش حاجة جبارة علشان تفضل فيها مواد عن التانية، فعادي بلوكة الموتور هي وراس السلندرات كلهم من الالومنيوم. الحاجة التانية اللي ساعدت في رفع قوة المحرك ده هي نسبة الانضغاط الكومبريشن ريشيو. العادي ان اي محرك متزود بشواحن هواء هتلاقي ان النسبة دي قليلة، لان في ضغط معمول اصلا من التربو او السوبر تشارجر اللي راكب عليه. لكن هنا النسبة دي مرفوعة لحد 10.5 لواحد، نسبة تعتبر عالية شوية اصلا لمحركات التنفس الطبيعي. حتى الفكرة ان كل ما تضغط خليط الهواء والبنزين جامد جدا وتولع فيهم بشرارة البوجيه، كل ما هتعرف تطلع طاقة اكبر منهم، ليها حدود طبعا في الاخر. المهم ان قصاد كده في حرارة رهيبة هتطلع، فتربو بوست عالي وكمبريشن ريشيو عالي برضو خلت الدنيا جوه السلندرات مضغوطة جدا جدا. والضغط الكبير ده ممكن بسهولة يعمل احتراق قبل ميعاده، النوكينج او اللي بيسموها تسقيف، ودي حالة بتموت المحرك. فعلشان كده نادرا ما هتلاقي حد عامل الحكاية دي. لكن علشان الشركة ترفع بوست وانضغاط وفي نفس الوقت تتفادى النوكينج، الحل كان في خطوتين. الاول يكون في كفاءة تبريد بشكل سريع جدا. المحرك مصمم مخصوص للعربيتين دول، مش حاجة نسخ قديمة متعدل عليها. ممرات المية مختلفة والتصميم فيه اوبن ديك، هنا المية بتكون عايمة حوالين السلندرات. ده غير ان فيه تبريد بالزيت برشاشات زيت بتشتغل بالضغط، بتخلي فيه تواجد كبير جدا للزيت من تحت السلندر، بتكون زي مطرة من تحت لفوق. وفي كتير من محركات التربو كده دلوقتي، والدعاية للعربية دي انها عليها اقوى محرك 3 سلندر انتاجي في العالم حاليا، فلقب جميل جدا طبعا. صحيح ال 300 حصان بيطلعوا على ار بي ام 6.5، بس هي ملهاش غير كده، هي دي الوصفة للنوع ده من المحركات. Yeah, Ken? وممكن يجي في بالك ان محرك الكونكس جيميرا اقوى من كل الكلام ده بالضعف تقريبا. محرك 3 سلندر برضو 2000 سي سي وبيطلع 600 حصان.
فالكلام ده مش إنتاجي لسه ولا إنتاج ضخم حتى بعد ما ينزل. وتكنولوجيا عربيات كونيكسج حاجة تانية أصلا، تعتبر حاجة مختلفة تماما غير عربيات الهوت هاتش اللي احنا بنتكلم عليها دي. ولكن هنا بقى تويوتا تفوقت على واحد من أشهر وأقوى ال3 سلندر من بي ام دبليو اللي كان على الاي 8، لأن النسخة دي كانت الهايبريد، المحرك البنزين اللي فيها ال3 سلندر لوحده كان بيطلع 250 حصان. وهو ال3 سلندر ده تحسه مش الرقم العادي للمحركات، يعتبر أقل عدد سلندرات ممكن تسمعه كإنتاج جديد، لكنه عادي انتشر عند كل المصنعين في السنين الأخيرة. يمكن أرخم حاجة فيه هو إن فيه اهتزازات كبيرة بسبب الحركة اللي مش متناسقة على جانبين البلوكة. حلها يعتبر بسيط، هو عمود توازن يكون تحت المحرك يعادل الاهتزاز والحركة اللي مش مطلوبة أبدا دي. وكل محرك وشركة بيطلعوا بتصميم مختلف طبعا. العربيات الياباني معروفة بالهاتشباك من زمان أصلا، من أيام السوبارو الدبليو ار اكس الهاتش. وكريس هاريس بيقول على اليارس الهاتش إنها مش مجرد هوت هاتش عادية، دي عربية رالي اتعمل لها هومولوجيشن ونزلت للشارع. ونفس الكلام بقى بالنسبة للمحرك الصغير ده، اتعمل عليه اختبارات كتير جدا خصوصا مع الكورولا علشان يعرفوا يوصلوه لرقم 300 حصان، لكن بنفس الوقت يكون بكفاءة وعملية زي عادة علامة تويوتا. علامة جي ار الجازو ريزنج فرقت جامد جدا من بداية تأسيسها. عايزك بس تفرق ما بين الجي ار كورولا الهاتشباك اللي احنا بنتكلم عليها دي وما بين الكورولا الجي ار اللي ممكن تكون بتشوفها هنا في مصر او في بلدك، لان الجي ار التانية اللي انا بكلمك عليها دي مجرد فئة رياضية كشكل بس، لكن هو نفس المحرك ال 120 حصان بتاع الكورولا. الكورولا دي بالذات تعتبر تطوير كامل من تويوتا على عكس كام عربية للسبورت في الفترة الأخيرة. السوبرا كلنا عارفين انها واخدة قطعها من بي ام دبليو، ونفس الكلام مع الجي تي 86 روحها كلها سوبارو. والمؤسس بتاع تويوتا ليه جملة مشهورة ماشية قوي مع علامة جي ار اللي بدأت تكون علامة جميلة جدا، بيقول ان سباقات العربيات فيها قيمة اعلى من مجرد الترفيه، عالم التسابق حاجة ضرورية للتطوير جدا. فبعد كل ده هي كورولا بس جراية قوي، لان تسارعها لل 100 كيلو في الساعة في 5 ثواني ونص مع دفع كلي للعجلات تجربتها هتكون قوية جدا. وده حاولوا يوضحوه جدا في الفيديوهات الدعائية للموديل ده. والنتيجة لانها نادرة شوية وموديل غير اعتيادي من الشركة، يعتبر سعرها عالي جدا من رينج 40 ل 50 ألف دولار. ده بالسعر ده تجيب النيسان 400 زد الجديدة. ولا هنروح لبعيد ليه؟ السوبرا نفسها الجيل الخامس ليها فئة أولى بتنزل بمحرك 4 سلندر تربو بنفس رينج السعر ده. هما دايما بيلعبوا على حتة ان السبورت الياباني مش موديلات كتير من الجديد، وهي في الاخر نسخة معمولة علشان تعيش تجربة الموديلات الصغيرة سريعة جدا على التراك. وبس كده، اكتب لي رأيك في الكومنتات عن الموديل ده، وقول لنا برضو عايز الفيديوهات الجاية تكون عن مواضيع ايه. سلام.